سلام شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. والحمد لله بعد انتظار لمده 36 سنه المنتخب المغربي كيتاهل لدور 16 في كاس العالم مع مدرب وطاقم كلهم مغاربه، ومجهود كبير بزاف اللي داروه اللعابه على ارض الملعب. المباراه كانت صعيبه بزاف بحكم اننا لعبنا مع منتخب ما عنده ما يخسر، ولكن الاهم في هذه المباراه كان عند المغاربه هو التاهل باي طريقه. والحمد لله اللعابه كانوا رجال وتقاتلوا وحققوا حلم التاهل على راس مجموعه الموت. مره اخرى كنوجه تحيه للجماهير المغربيه اللي بينت على الروح الوطنيه وساندوا المنتخب طول 90 دقيقه. فبرافو للجماهير المغربيه اللي حفزت اللاعبين باش يحطوا كل ما عندهم في ارض الملعب. اول حاجه غنهضروا عليها وهي الخطه اللي اعتمد المدرب المغربي وليد غيكراكي، حيث كما عودنا وليد فهو كيعتمد على خطه 4-3-3 اللي في الحاله الدفاعيه كتحول لخطه 4-1-4-1، وذلك برجوع بوفال وزياش ووقوفهم في خط وسط الملعب، وسفيان امرابط اللي كيرجع وكيوقف قدام اللاعبين ديال المحور. وهكا كتحول خطه 4-3-3 في الحاله الهجوميه الى خطه 4-1-4-1 في الحاله الدفاعيه. بالنسبه لتحليل اداء اللاعبين، حراسه المرمى كان بونو اللي قدم مباراه مزيانه باستثناء الهدف اللي تبارت فيه، واللي كان اداء احسن من المدافعين كنا نخرجوا بشباك نظيفه، ولكن معليش بونو كان مزيان في هذه المباراه. بالنسبه لنايف اكرد وسيف قدموا مستوى مزيان باستثناء لقطه الهدف اللي كيتحمل فيها اكرد جانب من المسؤوليه، زائد حاله التسلل لنايف اللي حرمتنا من هدف يوسف النصيري. ولكن على العموم قلوب الدفاع ادوا مباراه مزيانه، في ظل ان كندا تكبت كليا على المنتخب المغربي، ونايف وسيس كانوا قد المسؤوليه وداروا خدمه كبيره في الجانب الدفاعي. بالنسبه للظهير الايمن حكيمي واللي كان هو رجل المباراه وعطى اسيست الهدف الثاني، وحتى في هذا الماتش كان حكيمي ملتزم تكتيكيا وادى بشكل مزيان، خاصه في مسانده الدفاع والتخلي على الادوار الهجوميه، وهذا الشيء اللي كان باغي منه وليد. مزراوي حتى هو نفس الهضره اللي قلنا على حكيمي، واخا ما كيلعبش في البوست اللي الموالف كيلعب فيه كظهير ايمن، فهو خرج بمقابله مزيانه ودار اللي عليه خاصه في الادوار الدفاعيه. سفيان امرابط حتى هو كان مزيان في هذا الماتش، ونسبه ريكوبيراسيون ديالو للكواري كانت طالعه، وعاون المنظومه الدفاعيه ديالنا مزيان، وكان من اللاعبين اللي ساهموا ماشي في هذا الانتصار بل في هذا التاهل للدور الثاني. واخا في هذا الماتش كان لاعب وهو خايف من البطاقه الصفراء الثانيه اللي كانت غتحرمو من الماتش الجاي. بالنسبه للوسط الهجومي للمنتخب المغربي الصابغي، بالنسبه لي باش كيدخل كبديل كيكون العطاء ديالو احسن. في هذا الماتش دخل رسمي وكان كيساند المدافعين، عليها ما شفناش ديك القوه الهجوميه ديال الصابغي. اما بالنسبه لأناحي حتى هو المردود ديالو كان مزيان، والاداء ديالو كيتطور بعد كل ماتش. بالنسبه لبوفال وإلا بغى يعاون المنتخب المغربي خصو يخدم على لي كونتر، حيث هذه المقابله كان المنتخب المغربي كيعتمد على الهجمات المضاده، فبوفال كيشد الكره وكيبغي يراوغ الشيء اللي كيعطل الهجمات ديالنا. ولكن بسبب طبيعه المباراه فبوفال خدم على انه يعاون الظهير الايسر ديالنا، حيت شفناه بزاف كيعاون نصير مزغاوي في المهام الدفاعيه. اما بالنسبه للجناح الايسر حكيم زياش فهو قدم مباراه رجوليه وتقاتل معنا دفاعيا، وحتى هو كان كيرجع باش يساند اشرف حكيمي. وما نساوش الهدف الرائع اللي سجل واللي كياكد على ان زياش فهو لاعب رقيقي. بالنسبه للاطاكون ديالنا يوسف النصيري في هذه المقابله ما خانش الثقه ديال المدرب، وبين السبب اللي كيخلي وليد يعتمد عليه في هذه المباريات. وبالنسبه لي حسن النصيري كان يستاهل يكون هو رجل المباراه، حيث قدم اداء رائع خاصه في الضغط على لاعبي الخصم باش كتضيع منا الكره، وسجل الهدف الثاني وكان سبب رئيسي في الهدف الاول.